مساء الفل أو صباح الزحمة، على حسب أنت بتتفرج علينا إمتى. حلقة النهاردة مش عن قضية في محكمة ولا فساد في مؤسسة، حلقة النهاردة عن مكان كلنا بنبقى فيه بالغصب أو بالرضا. حلقة النهاردة عن الميكروباص. الميكروباص هي أول حاجة بتيجي في دماغك وأنت رايح أي مشوار، أيا كان نوع المشوار. لو عايز تشوف الحياة بحذافيرها، دراما، أكشن، كوميديا سودا، اركب الميكروباص. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده بين الحق والناس. قدام محبوس، هي دي كلمه السر اللي هنبتدي بيها حكايه. واقف سيادتك في عز البرد او الشمس مستني تركب علشان تروح هتلاقي، ويجي الميكروباص اللي انت مستنيه علشان تركب وفجأة يقول لك قدام محجوز يا بيه. وهنا السواق عينه بتقلب سكانر ويفضل يبص ما بين الناس لحد ما يلاقي بنت او اتنين. ساعتها الحجز بيتفك، وهنا السواق بيتقلب عاطفي، واللي كان صوته بالع طريشا بالجبل فجأة بقى مية عذبة، ويفتح لها الباب ويقول لها اتفضلي يا عروسة انا اللي هوصلك. وبينه وبين نفسه جبر. ويا سلام بقى لو عرف يجيب سكه مع واحده منهم يبقى كسب الاجره والجايزه الكبرى. كأن كل الرجاله اللي كانت واقفه مجرد ديكور. ومع مرور الوقت بالبنط العريض على الازاز من ورا، سيدات فقط، الرجاله ممنوع. وهنا المرحله الاولى من عذاب الميكروباص. كل ده كوم واستغلال السواق كوم تاني خالص. هنا بتبدأ المشاكل اللي بتخلينا نحس ان احنا مش ركاب، احنا رهاية. السواق يفضل ينادي على الركاب لحد ما العربية يبقى فاضل لها زبون او اتنين ويختفي، واخيرا الزبون جه والعربية المفروض تتحرك، لكن فين السواق؟ محدش عارف. وهنا تيجي مرحلة التدوير على القائد. تبدأ الركاب تنده عليه وتكلكسته ويسألوا عليه سواقين الموقف كله ومحدش بيعرف هو فين. وتبدأ عملية بحث عميق وكل واحد بيدور في اتجاه، ويسألوا الناس اللي ماشية في الشارع، ويبقى ناقص يندهوا عليه في ميكروفون الجامع أو ينزلوا صورته في صفحة النفقودين. ويجي السواق اللي كان بيهزر مع واحد زميل وحالف يمين طلاق ما يتحرك بالعربية إلا لما يخلص هزار وفطار $10، وبعد ما يطلع من الموقف ب 30 ثانية تلاقيه راح موقف العربية ونزل يجيب كوباية شاي ويقعد شوية مع بتاع الشاي يتسايروا ويحكي له على خناقة أبو فارس اللي كانت في الموقف امبارح، وإنه جاب عمود الكردان بتاع العربية وطخ الواد طلقتين. يرجع العربية يمشي 20 متر ينزل يجيب علبة سجاير ويقعد يحرق مع بتاع الكشك، ويقسم بأيمانات القرآن والإنجيل والتوراة إنه شارع علبة السجاير دي من هنا امبارح أرخص 3 جنيه من الراجل اللي كان واقف مكانه. حتى بالأمارة كان بياكل كشك. يتحرك شوية بالعربية ضميره ينقح عليه ويحس إنه استعجل، يروح داخل بالعربية البنزين يحط جاز أو غاز ب 11 جنيه 75 قرش علشان الأمبير نزل من ساعة ما اتحرك 3 مللي، ودي عيبة في حقه. استنى يا مصري، انت نسيت فرح العمله؟ يبقى المصيبه الكبرى لو حظك وقع مع سواق مجروح عاطفيا. هنا الميكروباص بيتقلب دي جي في قاعة افراح، ويا عيني الركاب عاملين زي المعازيم اللي مش طايقين الفرح بس مجبرين عليه. ولو حد من الركاب قال له وطي الصوت يا اسطى يرد عليه ويقول له اخره كده يا صاحبي ولا الاجره ثابته؟ لا كل يوم السواق بيعمل لها تحديث على مزاجه، ويا ويلك لو اعترض. الرد التلقائي دايما جاهز، مش عاجبك انزل يا باشا خد لك تاكسي. وهنا الميكروباص بيتحول للحظه صمت وفضول لاي حاجه في سبيل الوصول. لا وخد عندك يا آدم تقسيم الخط. تلاقي السواق يقول لك انا اخري هنا وهو لسه اخر الخط بعد 2 كيلو، بس هو قرر يقسم الخط عشان ياخد اجرتين من الناس، يا تنزل يا تدفع اجره جديده او امشي بقى على رجلك. ونيجي بقى للمتعه الحقيقيه، الاكشن وسباق الموت. ودي بقى اللي بتخليك تشك ان السواق كسب الرخصه في كيس شيبسي. تلاقيه ماشي بسرعه جنونيه كانه داخل سباق وعمال يدي في غلط، وكأن اللي في العربيه اكياس بطاطس مش بني ادمين. ولو في ميكروباص تاني جنب بيقلبها تحدي وبيعملوا كل حاجه على الطريق، ناقص بس يرفعوا حصان. واشهر مشهد في دراما الميكروباصات فك الفلوس. السواق محتاج فكه يقوم يعمل ايه؟ يمشي جنب ميكروباص تاني، كل 2 لازقين في بعض وماشيين على سرعه 30، ومصر كلها عطلانه ورا منه. ونسمع الحوار المعتاد ونخش في معادله حسابيه، ده يقول لي ده معاك فكه 5 يا اسطى، والتاني يقول له خد 45 وهات 50، وما بنخلص. ويا ويله اللي يقول له الطريق واقف يا اسطى، تلاقيه يرد عليه يقول له انت مش شايف لي بفوق؟
بس السؤال اللي بيطرح نفسه يا مصر، ايه اللي بيخلي جزء كبير من السواقين كده؟ ايه اللي يخليهم يعاملوا الركاب كانهم رهاين؟ للاسف جزء كبير من الحقيقه المره ان كتير منهم ما بيعرفش يسوق الا لما يصطبح او بيشرب وسايق مع ناس. ده كده مش ميكروباص، ده كده أرزل. ولما بيجي حد من الركاب فاض بيه ويعترض على اي حاجه، على السرعه او على زياده الاجره او حتى الاسلوب، بيتحول السواق لبلطجي. وهنا السواق بيتعامل بكل عنف مع الراكب اللي اعترض، يقول له مش عاجبك انزل على حمك. ويا ريت كده وبس، لا ده مجموعه السواقين زمايله لازم يوجبوا، يتلموا عليه وكانه عدو مش زبون، وممكن الموضوع يوصل للضرب والاهانه قدام الناس. للأسف من أمن العقاب أساء الأدب. يا ترى السبب إيه في كل ده؟ هل السبب إن ما عندناش مواصلات عامة كفاية نخلي فيه بديل؟ ولا السبب إن مفيش رقابة حقيقية على السواقين؟ المواطن الغلبان اللي بيدفع أجرته عشان يروح المشوار اللي هو عايزه، يا ريتها بس جت على إن الأجرة أعلى من التسعيرة الحقيقية، لا ده كمان ممكن يتعرض للإهانة وممكن ما يوصلش للمشوار اللي هو رايحه من غير حتى تعويض أو كلمة طيب خاطر. لازم يتحط نظام عمل موحد لكل السواقين ووسيله المواصلات الميكروباص. لازم يكون فيه دور رقابي اكتر ومراقبه حقيقيه على ارض الواقع. رسالة لسواقين الميكروباص، يا جماعة احنا مش ضدكم، احنا ضد الافعال الخطأ اللي بتصدر من البعض منكم. كلنا واحد، تعامل مع الراكب على انه اخوك او صاحبك. انت النهارده سواق، بكره هتبقى راكب، واللي بتعمله النهارده هيتعامل معاك بكره. وفي النهايه لو عجبك المحتوى بتاعنا يا ريت تشير الحلقه لكل اصحابك وتدعمنا بلايك واشتراك في القناه. لو في اي حد حصل معاه موقف زي اللي احنا قلناه يا ريت تقول لنا في الكومنتات. وما تنساش تابعنا الحلقه الجايه مع حلقه جديده بين الحق والناس.